بتمد ايدك على ابوك يا حنفي، بتمد ايدك على ابوك يا حمزه، ينفع كده تجيب فينا جون؟ يعني يوم ما تيجي ماشي يا عم، يا عم ماشي. والله اول مره اشوف جون يدخل في النادي الاهلي والكل سقف والكل كان فرحان لحمزه عبد الكريم. انتهت فترة الإعداد قبل الموسم الجديد، وانتهى معسكر النادي الأهلي بآخر مباراة قدام برشلونة الأسباني بفوز برشلونة 2-1 على النادي الأهلي. كان متوقع ان برشلونة تفوز، ومجريات المباراة كانت بتقول ان برشلونة هتكسب 7. يعني الشوط الاول، اول 5 دقايق من المباراة، اصلا اول 5 دقايق من الشوط الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، 6 فرص ضايعة. 6 فرص ضايعة، شوارع في الدفاع، شوارع، حرفيا شوارع. احنا مش عارف لا، ومكتوب علينا اللي احنا كنا بندافع. يعني انت لو حد جه قاعد يتفرج على الماتش يقول لك الاهلي بيدافع، بيدافع بشوارع، شوارع ورا حرفيا. انتهت فترة الإعداد وانتهى الموسم وانتهت مباراة برشلونة. تعال بقى نشوف فترة الإعداد إيه الدنيا. أنت كان عندك مشاكل دفاعية الموسم اللي فات، زادت في فترة الإعداد اللي شفناها. يبقى أنت فترة الإعداد بتاعتك دي فيستك، فيستك. ده مش حسين عموتة، ده حسين عنوتة، حسين عنوتة حرفيا. في إيه يا عم حسين؟ أنا مش بتكلم، كلامي هنا مش على مباراة برشلونة، كلامي مش على ماتش برشلونة، كلامي على فترة الإعداد ككل. أنت قبل ما تروح معسكر أسبانيا لعبت ماتشين 3 هنا قدام فرق ضعيفة جدا جدا، كان بيدخل فيك أجوان عادي، كان بيدخل فيك أجوان عادي، وده غلط حتى لو بتلعب من غير اللعيبة الدوليين، لأنه ساعتها كان بيلعب من غير اللعيبة الدوليين. أنت لو بتلعب بالناشئين ما كانش هيدخل فيك أجوان. ده طبيعي، طبيعي. مباراة برشلونة النهارده، ما احنا رايحين نختار الزرازير ونلعب معاهم في فترة الإعداد. يعني انت سبت الدنيا كلها ورايح تختار هانز فليك. يعني انت سبت الدنيا كلها. ده الأهلي كل ما يعمل هجمة مرتدة، تسلل 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 ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ نايم في الأوفسايد ورا؟ مش اللعيبة اللي نايمة يا باشا، ده هم بيلعبوا دفاع متقدم. معروفة يا باشا، الدفاع المتقدم بتاع هانز فليك كده حاجة يعني في فوق ده السبب الرئيسي ان برشلونه ما بياخدش دوري الابطال، لانه بيتضرب في الحركه دي بقى من فرق اوروبا. خلاص خلصت جون يا ريس. النهارده النادي الاهلي الشوط الثاني بيحاول يرجع في المباراه قدام برشلونه، ولينا ضربه جزاء واضحه جدا. هم اي لاعب يختص ضربه جزاء. على فكره ضربه الجزاء بتاعت رافينيا ضربه جزاء، وضربه الجزاء الاخيره ضربه جزاء اللي صدها محمد الشناوي وبيقول انا موجود وانا هنا، هو ده الشناوي. هتقول لي انت بتشجعه وانت عارف ان الشناوي كده كده هيرجع يقعد دكه وشغله، بس لازم يكون الحارس البديل بتاعك جاهز. انت لو فاهم كوره، الحارس البديل بتاعك لازم جاهز. لا قدر الله شوبير اتصاب في اي وقت، الشناوي موجود. لا قدر الله حصل اي حاجه، الشناوي موجود يا باشا وجاهز. لازم يكون على اتم الاستعداد، خصوصا مركز حراسه المرمى. وده اللي احنا لازم ايه. الشناوي النهارده صد ضربه جزاء في اخر المباراه علشان يحافظ على النتيجه 2-1 بدل ما تبقى 3-1. النادي الاهلي اجمالا حلو، اجمالا في معسكر التدريب مش في مباراه برشلونه، مع ان النادي الاهلي الشوط الثاني في مباراه برشلونه كان يعني كويس جدا. مش هقول لك كويس بس، لا كويس جدا. على الاقل كان فيه هجمات. وقفشه، قفشه اوعى يجي لك قفشه وانا زهقت منك يا عم قفشه. يا عم قفشه، انا جبت اخري يابا. انت رايح انفراد بترجع، انت رايح انفراد مش قادر تزق رجلك شويه لحد ما توصل للاستاذ تشيزني قدام منك. ايه يا عم؟ ده تشيزني واقف جون، ده انت لو سقطتها له من نص الملعب جون يا عم، جون يابا. ده انت رايح انفراد بترجع، رايح انفراد بتقوم راجع لي في الدقيقه 83 ولا الدقيقه 84. يعني خلاص انت ما جون 2-2 هتدخل في حسبه تانية خالص. ممكن تكون بطل البطوله الوديه اخوان جمبر دي ولا اخوان جمبري دي. كنت تقدر ان انت تعمل نتيجه ايجابيه جدا، كويسه جدا جدا قدام برشلونه. لكن عندنا لعيبه بطيئه جدا 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 ومبطئه الريتم. وحط بقى بص، بطء 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 يعني. انا اتوقع ان قفشه مش هيشمها تاني مع الحسين عموته. يعني لو جينا نبص على ملخص اللعيبه هيطلع لك شوف لخبطونا اهو. كنتوا بتطلعوا تهاجموا اللعيبه تقول لي سفيان بكرار، منصف بكرار. هنطلع منصف بكرار واقول لك ان هو لاعب مبشر جدا جدا، هيقدر يفيد النادي الاهلي سواء في الجناح، لو لعبته جناح يمين، لعبته جناح شمال، حتى لو لعبته مهاجم هيفيد النادي الاهلي جدا. اسيست كويس جدا جدا منه، برؤيه كويسه لاحمد السيد زيزو علشان يجيب هدف النادي الاهلي الوحيد في اللقاء، علشان اللقاء ينتهي 2-1
والنادي الاهلي ما يقدرش يرجع في النتيجه، لكن يقدر ان هو يسجل الشوط الثاني هدف عن طريق احمد السيد زيزو. اسيست منصف بكرار، زي ما قلت لحضراتكم منصف بكرار لاعب مبشر جدا للنادي الاهلي، وهيفيد النادي الاهلي ان شاء الله في المرحله اللي جايه. ملخص الموضوع، ملخص المعسكر، ملخص الاعداد، ملخص اللي الاداره عملته، ملخص كل حاجه. احنا مش عايزين نشوف مشاكل النادي الاهلي اللي كانت موجوده الموسم اللي فات، لكن لحد الان مشاكل الاهلي اللي كانت موجوده بقى في الملعب، انا بتكلم في الملعب ماليش دعوه مشاكل اداريه، المشاكل اللي موجوده في الملعب قدام مني لحد دلوقتي 70% منها من لسه موجود. رقم كبير جدا، رقم كبير جدا، المفروض يكون 10%، المفروض تكون عالجت كل ده. الدفاع عندك مفيش، انت رحت عملت صفقات، جبت لي صفقات هجوم ونص ملعب، نسيت الدفاع يا باشا. في خط ورا اسمه الدفاع بيبقى قدام حراسة المرمى كده، في خط قدام حراسة المرمى اسمه خط الدفاع. ابوس ايديكوا ركزوا في الخط ده كويس، لان الخط ده حرفيا هو اللي بيكسب النادي الاهلي. لان النادي الاهلي بيبقى معرض قدام الفرق الكبيره، قدام الفرق الصغيره في الدوري المصري اللي احنا بنلعب فيه، الدوري الخرا اللي احنا بنلعب فيه ده. كل الفرق بتبقى مقفله قدامك وبتلعبها هجمه مرتده، والهجمات المرتده علينا ما شاء الله اجوان، اجوان يا ريس. عد وزي ما تقول. وانا كنت خايف النهارده والله، كل شويه الواد سفيان بن جديد الشوط الاول يسنطر، كنت خايف ان هو يسنطر كل شويه. فاتحين الملعب على البحر. ملخص فترة الإعداد، فترة الإعداد تاخد 7/10 أو 6/10، والله العظيم 5/10. ليه؟ أنت ما يدخلش فيك جوان حتى الفرقة اللي درجة تانية ولا درجة تالتة في أسبانيا دي تكسبك 2-1. ليه؟ الله أعلم. الواحد ما بقاش فاهم حاجة، الواحد ما بقاش عارف حاجة، لكن نتمنى إن النادي الأهلي يبدأ الموسم الجديد بقيادة الحسين عموتة ومعاه الصفقات الجديدة اللي يعتبر هو اللي جابها، أو مش هو اللي جابها، هو اللي أشر عليها إن النادي الأهلي يتعاقد معاها. نتمنى ان احنا نشوف النادي الاهلي اللي احنا نعرفه، ونتمنى ان احنا نشوف النادي الاهلي يرجع ياكل الكل من تاني، سواء في الدوري المصري او في بطولة البط الكيني. عشان انا عارف ان هي ايه، انا اللي بقولها لك عشان ما تقعدش تمثل يعني يا زملكاوي يا اخويا يا بواب، يا اللي كنت بتقابل فرقة البلاستيك ومش لاقي حد يقابلك سكة ودغري. يعني انا كنت بقابل برشلونة النهارده في الاستعداد لبداية الموسم، انت بتقابل البلاستيك مالكش لازمة يعني، اللي هتلعب في دوري الابطال. لو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك ودعمك، سلام.